تعالوا نحضر مع بعض مهلبية المانجا، وميكس كده ما بين مهلبية المانجا ومهلبية الحليب. زي ما انتوا شايفين كده طعمها تحفة. اللهم صل على سيدنا محمد. معايا 3 مانجايات، اي نوع مانجا بقى انتي بتحبيه. تمام، هاخدهم واقطعهم وهضربهم بقى في الخلاط. هضيف عليهم 4 كوبايات من المية. تمام، وهضيف السكر بقى حسب الرغبة. يعني انا ضفت 4 كوبايات من المية على ال3 مانجايات، وضفت كوباية من السكر. معاكي من كوباية لنص كوباية من السكر. طبعا السكر بقى ده حسب الرغبة، انا بحب السكر بيكون زيادة شوية في المانجا او العصير. وهضيف 3 معالق كبار من النشا. طبعا بقى المهلبية احنا هنعملها على البارد. هقلب بقى النشا كده مع العصير بتاعي لحد ما يدوب تماما، وبعد كده بقى اخده ارفعه على النار. تمام، احنا الاول هنعمل المهلبية المانجا، هقلبها كده، وبعد كده هاخد الاتنين بقى واعمل مهلبية الحليب، وبعد كده هاخد الاتنين ارفعهم على النار. هركن دي هنا كده جنبي لحد ما نعمل مهلبية الحليب. تمام، عندي طبعا الحليب يكون مغلي، يعني انا جايباه وغليته وسايباه بقى برد يعني. بس اهم حاجة يعني لو انت عندك الحليب يكون مغلي وبارد عادي مش مشكلة. تمام، انا حطيت 3 كوبايات من الحليب. هضيف عليهم السكر بقى حسب الرغبة. انا ضفت هنا حوالي 2.5 معلقة او 3 معالق من السكر. وهقلب. دوقي السكر بقى بتاعك الاول وظبطي السكر كده، وبعد كده هنزل بالنشا. ضفت 2 معلقة كبار من النشا، وهقلب برضو كل ده على البارد. طبعا الطريقة دي حلوة للبنوتات اللي لسه مبتدئة. احنا ممكن نعمل المهلبية على السخن عادي على النار، بس الطريقة دي حلوة واضمن علشان المانجا او المهلبية بتاعتك ما تكتلش. يعني لو نزلتي بيها على العصير او على الحليب وهو سخن، ممكن بقى لو حد مش ايده سريعة كده في التقليب المهلبية بتكتل معاه، يعني بتخرص كده وبتعمل تكتلات. تمام، هنا بقى المهلبية رفعتها على النار المانجا وسبتها بقى لحد ما غلت. طبعا انا ايديا فيها علشان برضو ما تكتلش معايا، وخلاص هي غلت كده بالشكل ده. هنزل بقى ب حوالي كده ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وهطفي بقى النار او هرفعها من على النار. تمام، علشان احنا لسه هنعمل مهلبية الحليب. ممكن بقى لو انت حابة ان انت تعملي مهلبية مانجا بس هتعمليها بالطريقة دي واستغني بقى عن الحليب. تمام، يعني ممكن تعملي مهلبية المانجا بس وتقدميها بقى زي ما انت هتشوفي معايا. هرفع بقى الحليب على النار مع التقليب المستمر. تمام، لحد ما القوام بتاعه كده يبقى معايا بالشكل ده. بس بسيبه بقى، بحط له بقى هنا انا حطيت له فانيليا، بس طبعا المقطع ده ما جاش. سيبته بقى يهدى شوية ويبرد، وبعد كده ابدأي بقى صبيه في الأطباق بتاعك. تمام بالشكل ده. بجيب بقى علشان اعمل نص ونص كده بالشكل ده، باجي من جنب الطبق كده وانزل بمهلبية المانجا.
تمام. جبت بقى المغرفة بتاعتي كده بالشكل ده، اسهل يعني من اني اعمل اصب كده يعني بالغلاية بالشكل ده. تمام. هقدم بقى الاطباق كلها كده بنفس الطريقة. هنا بقى ما فاضش مهلبية، حطيت الطبق كده كله مانجا بقى، ولو حابة ان انتي تعملي مانجا بس هتعمليها كده بنفس الطريقة. سهلة وبسيطة وجميلة وطعمها تحفة جدا. في الصيف طبعا بقى، الصيف محتاجين حاجة كده ترطب على قلبنا، والمهلبية دي جميلة. اعملي ميكس ما بين مهلبية الحليب ومهلبية المانجا، ميكس جميل جدا، يعني بتاكليها كده بتحسي ان انت كأنك بتاكلي ايس كريم. تمام، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمة الله.